السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلموا على واحد الموضوع اللي أزعج إخواننا المغاربة، وهو الهتافات الجماهيرية في ملعب نيلسون مانديلا عشية افتتاح شان بالجزائر. أكيد هذا التصرف غير لائق من الجماهير الجزائرية، لكن في الحقيقة كل فعل وله ردة فعل. راح نشوفوا من بدأ بهذا المشكل بكل حيادية. تابعوا هذا الفيديو وراح نرجع لكم. خارج الوطن وكشي تيجي للمغرب تنضيفوه وتنوكلوه. انت اللي جزائري راه عيب عليك من تاكل البنان. حنايا تتاكل البنان العام للعام، راه عيب عليك. راه البنان هنا في المغرب 30 عام عاد بسكليت. شوف البنان هنا في المغرب، البنان داير 80 ريال الكيلو، 4 دراهم في المغرب. عيب نتايا، عيب نتايا اللي انت في الجزائر درتي 30 سنه وليتي تاكل البنان. خبارك انت تاكل البنان؟ تلحقتي 30 سنه تاكل البنان في المغرب؟ لحقتي 30 سنه وتتاكل البنان. حنا البنان تنقيو، حنا المغاربه ما بقيناش ناكلو، تنشدو تنقيو، تنعطيوه حنايا الكنار، تنعطيوه البيروج يا المسط يا الحمار. عليهما داروا لي اغنيه على البنان عباد الله، غناو عليه. راه البنان راه يستحقوا يغنيو عليه. هاك البنانه حنان. لا، وعندهم واحد المستشار ولا ما عرف برلماني ولا ما عرف شنو قال لك 30 عام تدار 30 عام عاد كلا البنان. من هنا لاحظوا أن قنوات الفتنة المغربية كانت قبل أشهر أو سنتين منذ أن تم قطع العلاقات الجزائرية المغربية، بدأت باستفزاز الجزائريين عن طريق البنان، كون أن البنان غالي الثمن في الجزائر، إلى أن أصبح مقدمة قناة شوف تيفي تعمل فيديوهات يومية لاستفزاز الجزائريين وبشكل يومي. هذا الاحتقان والاستفزاز من قبل القنوات المغربية تم الرد عليه من قبل الجزائريين وبهذه الطريقة. هنا الإخوة المغاربة ما لازمش تزعفوا من فعل، كان لازم له ردة فعل. نحن لا نشجع مثل هذه الأمور، فكلنا شعب واحد في اللغة، الدين والعادات والتقاليد، حبينا ولا كرهنا. أردت فقط أن أنبه بأن هذا التصرف شيء عادي وطبيعي. إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك. سلام.